تركي آل الشيخ يضرب ولا يبالي ويصفع رئيس الزمالك بعد تصريحاته المسيئة للنادي الأهلي، ويفجر مفاجأة كبرى للنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد التصريحات المسيئة لرئيس الزمالك حسين لبيب، والذي قلل فيها من النادي الأهلي وهدد من يقول أن النادي الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر وفي إفريقيا بأنه لم يفهم شيئا، وأنه سيقيل أي مسؤول رياضي يقول ذلك، وقال أن الزمالك أكبر من النادي الأهلي. فقد دخل على الخط تركي آل الشيخ وأدلى بتصريحات نقلتها صحيفة الوطن السعودية، وقال: كل الإعلام الزملكاوي ومجلس إدارة الزمالك كانوا يهاجموني قبل مباراة السوبر الإفريقي ويقولوا أنني منحاز للنادي الأهلي، فالأهلي خسر أمام الجميع ولم أتدخل في أي شيء. ولكن أكثر ما أغضبني هي التصريحات العنترية والهمجية من رئيس نادي الزمالك اتجاه النادي الأهلي، وأنه بيهدد أي حد يقول أن الزمالك ليس أكبر قلعة رياضية في مصر. فأنا أقول له أن النادي الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر وفي إفريقيا، ومن يقول غير ذلك فهو لا يفهم شيئا في كرة القدم يا حسين يا لبيب. مش معنى انك اخدت السوبر الافريقي بركلات الترجيح انك بقيت احسن نادي في مصر. انت ما اخدتش بطولة افريقيا بقالك اكتر من 22 سنة، في اجيال اتولدت وكبرت وهتعتزل من لعب الكورة ولسه ما شافتش الزمالك وهو بياخد دوري ابطال افريقيا. الاهلي كل سنة بياخد دوري ابطال افريقيا مستريح، وبيروح كاس العالم للاندية، وعنده اخر الشهر هيلعب مع العين الاماراتي في كاس القارات للاندية. وانا بصراحة اتفقت مع رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي ان احنا هنعمل مباراة بين بطل السوبر الاوروبي اللي هو ريال مدريد مع بطل السوبر الافريقي اللي هو الزمالك، بس الشركات الراعية كلها انسحبت من تنظيم المباراة ديت بسبب ان الزمالك هو بطل السوبر. ولكن نحن اتفقنا مع رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي ان احنا هنعمل تعديل في هذه المباراة، وهنخلي هذه البطولة بين الاهلي وريال مدريد على بطولة القرن، واللي هيفوز بهذه المباراة هياخد 6 مليون دولار والخاسر 4 مليون دولار. فالأهلي لا يقارن بأحد يا حسين يا لبيب، والأهلي فوق الجميع. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.